ما تتبعش عورات اخوك المسلم وتقعد تدور عليه وتقعد تفتش عليه، عشان بص ربنا هيقول ايه؟ قال ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عوراته. هتقعد تدور لغلطه على اخوك، هتقعد تدور لاخوك على عيب، هتقعد تدور لاخوك على حاجه وحشه فيه، مين اللي هيدور لك؟ ربنا. شوف العقوبه هتبقى عامله ازاي. قال ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. هيفضحك وانت قاعد بتدور على اخوك، بتدور له على حاجه، بتدور على اخوك، ما تسيبه يا عم، ما تسيبه يا عم، هو متكعبل يا عم. انصحوا يا عم لله يا عم، ردوا لله يا عم. انت فرحان فيه ليه يا عم اللي هو بيبعد عن ربنا؟ انا مش فاهم. اتكعبل يا عم، اتفتن يا عم. فرحان فيه ليه اللي هو اتفتن وعايز تعرف الناس ليه اللي الشيخ فلان والاخ فلان واللي كانوا ليه؟ استفدت ايه؟ ما تتصل بيه يقول له يا عم اتق الله، ليه يا اخويا كده؟ لما تتكلم معاه كده، لكن ليه الفضيحه دي؟ ربنا قال انما المؤمنون اخوه. شوف الكلمه جميله ازاي. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.